السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المطيري. أمس تم انتشال جثة طفلة لما حسب ما جانا من الأخبار في تويتر. وشفت أنا برنامج الثامنة على MBC، يعني في أشياء يعني أبي أعقب عليها. أولا يعني برنامج الثامنة ذكر الناس اللي وقفوا معاهم، من المخترع اللي اخترع آلة والثاني، لكن تم إجحافي بحيث إن ما ذكروني بشيء. ما قالوا سلوى قالت إنها بتشارك وشاركت في هذا شو اسمه فكرة عن شلون شو اسمه نطلع طفلة من البير، لا أجحفوني. أنا ما اهتميت، لكن اللي قهرني ان شركة ارامكو بعد اسبوعين من الطفلة كانت يعني داخل البير، جت حسب كلام الابو انها جت وقامت تتفاوض بالفلوس مع الدفاع المدني. يعني شركة ارامكو جت تتفاوض مع الدفاع المدني بانها تطلع الطفلة بس بمبالغ يعني باهظة. انا بوجه كلام لمدير شركة ارامكو. يعني ارامكو انا بعلمكم شنو ارامكو. ارامكو عباره عن شركه نفط. شركه نفط في وين؟ في السعوديه. تعرفون السعوديه يعني شنو؟ يعني السعوديه تعتبر بلد نفطي، اعتماده الكثير على النفط. يعني المدير مال الشركه هذا شو يكون؟ يعني اكيد مليونير. فانا استغرب يعني هذا الانسان يعني ما يفكر في شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني لما صارت المصيبه مالت الطفله انها وسقطت بالبير، المفروض نخوة وشهامة منه انه يساعد، لكن الشركة جت وقامت تفاوض بالفلوس. حتى الارواح قاموا يتفاوضون فيها. تدرون انا مو حافظة الحديث، بس بمعناه ان الانسان لا احيا شخص واحد كأنه احيا الارض كلها. شركة ارامكو ما شاء الله اللي شبعانين فلوس جايين يتفاوضون على الطفلة اللي طلعناها كم ناخذ. هذا الشغل ثاني اللي هم ضايقتني، واحد اسمه شهلوب او الشهلان ما اسمه، واحد تبرع انه يدخل بالحفرة نخوة منه. ايش سووا فيه؟ الدفاع المدني عطوه رقة. الرقة هذه انك اذا مت انت اهلك ما يطالبون اي جهات حكومية بتعويض لك. ليه؟ استغفر الله، انا بوجه لكم كلام. ليه؟ كلب ميت انسان يعني كم بياخذ؟ يعني اذا تعويض فدية الانسان كم؟ ترى 20,000. ترى حتى لو كثرنا 100,000، شنو 100,000 بالنسبة للسعودية؟ شنو 100,000؟ هذه روح، هذه مصايب. شاب وصل لنص الطريق قال خلاص ما عاد اقدر، لان اكيد ضاق النفس فيه. لكن لو انه حس بالاحترام من بلده اقسم بالله كان هذا نزل اكثر وجابها. لكن هالتصرف هذا منكم. ابين لكم شيء. تذكرون الفيديو اللي شفناه احنا كل الحادثه اللي صارت في رومانيا، اللي واحده شابه جت وطلعت الطفله من الحفره؟ اللي صار عطوها ارض وكافئوها. لكن السعوديه واحد جاء وقال بيتبرع وينزل يجيب الطفله اللي هي لما، كتبوا ورقه انك لا اهلك ما يطالبوننا باي شيء. ولما جت شركة أرامكو تتشارك قامت تفاوض بالفلوس. أنا بسأل شنو هذا؟ نعبوا داركم شنو هذا؟ أنا بسأل شنو هذا؟ بلد الحرمين يصير فيها كذي؟ الروح ترخص؟ إحنا نتكلم عن الإسلام، وإحنا يعني أوكي نتعلم الإسلام، لكن لا نطبقه، ما نطبقه. نعبوا داركم في الدول الأجانب إذا قطوة انحشرت في مكان، يعني رجال أطفاء يضحون بأرواحهم عشان يجيبونها، أو كلب. ليش؟ لأن يعتبرون روح الله خلقه جسمه هذا وبث فيه الروح يبقى يستحق أن يعيش. لكن إحنا عندنا أعوذ بالله كل ما طاح واحد بمصيبة ولا طاح بحفرة ولا تعلق قضاء وقدر. أوكي قضاء وقدر صح، ما ننكر، لكن الله سبحانه وتعالى قال أخذ بالأسباب. وفي حديث أنا مو حافظ طبي، بس من يحيي روح كأن يحيي الأرض كلها. أنا بسأل صاحب شركة أرامكو شنو يعني بتسوي
إذا يوم القيامة تواجهت أنت أمام الله والطفلة طالبتك بروحها، شنو بتسوي؟ خلي فلوسك تنفعك، خلي فلوسك تنفعك. المفروض من أول يوم كل من يقدر يساعد. وأنا لما قلت فكرة وش اسمه طلعت وشاركت وقلت فكرة بقناة برنامج الثامن أنكر وجودي، هذا أنتم العباقرة تكعمونهم، تعتبروهم مجانين، الشجاع تحتقرونه كأنه كلب. ليش؟ أوجه كلامي لأبو لما، عظم الله أجرك والبركة إن شاء الله في البنيات اللي عندك، الله يحفظهن ويجعلهن إن شاء الله من بنات الصالحات إن شاء الله. ولا تنسى يعني عسى الله إن شاء الله يطول بعمرك ويحفظك لبنياتك. لا تنسى إن كانت 2 رايحات للحفرة، الله اختار واحدة وخلى واحدة، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وصدقني أنا شايفة إن واحدة من عيالك راح يكون له شأن عظيم بسبب إنك صبرت على مصابك. هذا اللي أنا حبيت أقوله، وأسأل الله إن شاء الله يبدل أحزانكم بأفراح، وعسى هذه آخر الأحزان، الله إن شاء الله يكون بالعون. والسلام عليكم.